سلطان يرجع فلاش باك للزمن لورا، بيحكي لنا قصه حياته ايه، وبيقول لنا انه اتولد لقى نفسه يتيم الام والاب، وطبعا اتربى في دار ايتام. وبعد ما تم السن القانوني وخرج للدنيا كان كل حلمه انه يكون معاه فلوس كتير عشان يحقق كل اللي نفسه فيه وكل اللي اتحرم منه طول حياته، عكس صديقه سعيد اللي دايما مش واعي باي حاجه حواليه بسبب تعاطيه لكل انواع المخدرات. ولكن الحظ مش بيكون في صف سلطان ابدا، لحد ما بيقابل كابتن كوبا مدرب كمال اجسام، واللي رسم له البحر طحينه وقال له ان لو اتعلم الملاكمه وبقى محترف فيها هيكسب فلوس كتير جدا. لو مش كده بس، ده كمان هيسافر وهيلف العالم كله. وطبعا سلطان صدقه واتعلم رياضه كمال الاجسام وبقى محترف فيها بجداره، ولكن للاسف انتهى بيه المطاف في ماتشات المراهنه للمصارعه مع البلطجيين في الشارع. وفي ليله من الليالي بيكون سهران سلطان وسعيد لوش الفجر وبيسمعوا صوت ضرب نار قريب منهم، ولما بيروحوا علشان يشوفوا فيه ايه بيلاقي مجموعه من البلطجيه بيضربوا نار على واحد اسمه الحاج سيد وبيحاولوا يقتلوه. وبنعرف ان الحاج سيد ده بيكون